السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده باذن الله هنتكلم مع بعض عن سيكشن الفسيولوجي بعنوان السمبل ماسل تويتش. السيكشن بتاع النهارده بسيط جدا يا اولاد، يعني ما تقلقوش خالص، ولكن بس ركز معايا كويس جدا. تمام. اول حاجه السمبل ماسل تويتش، ايه الفكره بتاعته؟ الفكره ان انا والله قمت جايب عضله. تمام. عضله بالشكل ده، والعضله دي قمت مغذيها الكترود او يعني سلك كهرباء كده. تمام. العضله دي قمت مطلعها مثلا عضله ضفدع. تمام. قمت واخد منه عضله وقمت مطلعها وموصلها بكهرباء. تمام. وخليك عارف ان عضلات اي عضله لو اتكهربت، لو وصل لها كهرباء، هتبدا انها يحصل لها كونتراكشن، هيبدا انها يحصل لها كونتراكشن اللي هو انقباض عضلي. تمام. طيب، قمت انا مطلع العضله دي وقمت حاططها كده في محلول. مثلا تعالى نعمله باللون ده. مثلا قمت حاطط العضله دي كده في محلول. تمام. محلول بقى فيه جلوكوز وفيه كل حاجه العضله محتاجاها عشان يحصل لها كونتراكشن، فيه جلوكوز وفيه كل حاجه. تمام. دلوقتي بقى انا عملت ايه؟ انا قمت مدي العضله دي كهرباء. الكهرباء دي هي الستيمولس، هي المحفز. تمام. واديتها يعني كهرباء واحده بس، يعني قمت مكهربها مره واحده ومديها ماكسيمم ستيمولس، يعني كهربتها بقوه عاليه جدا، اديتها فولت قوي، اديتها كهرباء عاليه. تمام. واشوف ايه اللي هيحصل للعضله. يبقى انا تاني بكل بساطه الفكره كلها ان انا جبت عضله وقمت عازلها كده وحطيتها في محلول فيه جلوكوز وفيه كل حاجه، وقمت موصلها بيه كهرباء، وقمت مديها سنجل ماكسيمم ستيمولس، يعني اديتها كهرباء، يعني رحت مكهربها كهرباء واحده بس، ولكن الكهرباء دي بقوه عاليه شويه، بقوه عاليه يعني ماكسيمم ستيمولس. تمام. محفز قوي شويه. تمام. وشفت ايه اللي هيحصل. انا متوقع ايه اللي هيحصل لما عضله وموجوده وفيها جلوكوز ووصل لها كهرباء، ايه اللي هيحصل؟ العضله دي هيحصل لها كونتراكشن. طيب، الكونتراكشن ده هيكون قوي ولا ضعيف؟ انا قلت لك ماكسيمم ستيمولس، فالكونتراكشن ده هيكون كونتراكشن قوي. تمام. طب بعد ما يحصل كونتراكشن هيحصل ريلاكسيشن. ده كده التعريف بتاعه. بيقول لك الديفينيشن عباره عن ان انا جبت عضله واديتها سنجل ماكسيمم ستيمولس، محفز قوي جدا. تمام. ماكسيمم ستيمولس اللي بيعمل لك contraction of the muscle followed by single relaxation، يعني maximum stimulus يعمل لها single contraction انقباض، بعد كده يحصل لها relaxation. ده الطبيعي اصلا، ولكن انا عملته بره، عملته في المعمل. تمام. طب ليه عملته في المعمل؟ لان انا دلوقتي لما انا اعمل الحاجه دي في المعمل والعضله تكون قدامي بره، انا ممكن اغير حاجات كتير. ممكن مثلا على سبيل المثال اغير درجه الحراره، واشوف لما درجه الحراره بتاعه المحلول ده، انت مش انا قلت لك ان العضله دي دايبه دلوقتي او محطوطه في محلول؟ مش انا دلوقتي ممكن اغير درجه حراره المحلول، ممكن اعليها، ممكن اقللها. هشوف بقى لما اغير درجه الحراره قوه الانقباض دي هتعلى ولا هتقل. ده هكلمك عنه كمان شويه. تمام. فانا بس بوضح لك كل حاجه في التست بتتعمل دي. تمام. طيب، دلوقتي بقى لما انا عملت التست ده وبدات ان انا اشوف العضله واعملها كونتراكشن، بعد كده يحصل ريلاكسيشن، بدات ان انا اعمل منحنى، اعمل كيرف. تعالى بقى ركز معايا في الكيرف ده عشان هو مهم جدا، بيمثل المراحل بتاعه انقباض العضله. دلوقتي انا عندي 3 ستيبس، 3 مراحل. حاجه اسمها الليتنت بيريود، وحاجه اسمها الكونتراكشن بيريود، وحاجه اسمها الريلاكسيشن بيريود. يعني ايه يا دكتور الكلام دوت؟ اول حاجه لازم تكون عارفها ان انا مش مجرد مدي ستيمولس العضله، مش مجرد مديها كهرباء في نفس الثانيه هيحصل كونتراكشن. ده ما بيحصلش. ده انا بدي العضله كهرباء، بعدين تقعد كده اجزاء من الثانيه، اجزاء بسيطه جدا. تمام. تحديدا 2 من 100 جزء من الثانيه، 2 من 100 جزء من الثانيه. تمام. بعدها يحصل ماسل كونتراكشن. تمام. فليه بقى الفتره دي؟ ليه فتره ما بين وصول الاستيمولس، ما بين ان المحفز وصل خلاص، النيرف ده او العصب ده خلاص كهرب العضله، وما بين العضله يحصل لها كونتراكشن؟ الموضوع ببساطه يا دكتور يرجع لفكره الميكانيزم اوف ماسل كونتراكشن. هو ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي انا عندي اكشن بوتنشال، عندي كهرباء وصلت خلاص. الكهرباء دي لما توصل بيبدا ان انت يتفتح عندك الفيزيكل اللي جواها الاسيتايل كولين، بعدين الاسيتايل كولين يفضل يعوم في المسافه دي لحد ما يوصل ويمسك في الريسبتور. بعد ما يمسك في الريسبتور يبدا يعمل لك اكشن بوتنشال جوه العضله. تمام. بعد ما يحصل اكشن بوتنشال جوه العضله، في عندك حاجه اسمها التي تي بيولز بيبدا يطلع منها الكالسيوم. لما الكالسيوم يطلع يعمل لك ماسل كونتراكشن. انت خدت بالك؟ انت عندك
عندك مراحل كتير قوي ما بين ان النيرف وصل خلاص والكهرباء وصلت، وما بين ان يحصل مثلا كونتراكشن. ده بقى اللي بيعمل لك الجاب، بيعمل لك الوقت ما بين وصول اشاره الكهرباء وبدء الكونتراكشن. الفتره دي بنسميها الليتنت بيريود. تمام. والفتره دي زي ما قلت لك مدتها بتكون 2% من الثانيه. تمام. فدي اول مرحله. اول مرحله ان انا خلاص النيرف وصل، الكهرباء وصلت، ولكن في عندي فتره كده، فتره ما بين ان الكهرباء وصلت وما بين ان يحصل ماسل كونتراكشن. الفتره دي اسمها الليتنت بيريود. الليتنت بيريود دلوقتي انت فاهم هي جت ازاي. تمام. طيب بعد الليتنت بيريود خلاص بدا يحصل كونتراكشن، يبدا يحصل عندك بقى الكونتراكشن بيريود. الكونتراكشن بيريود بيبدا ان انت الفورس اوف كونتراكشن، قوه الانقباض بتبدا انها تزيد. تمام. فدي اسمها الكونتراكشن بيريود، العضله يحصل لها كونتراكشن. طيب حصل الكونتراكشن بعدين يحصل لك ايه؟ ريلاكسيشن. فعندك الريلاكسيشن بيريود اللي هي بالشكل ده. تمام. وخلي بالك ان الكونتراكشن بيريود مدتها تقريبا 4 من 100 من الثانيه، اما الريلاكسيشن بيريود بتقعدها تقريبا 5 من 100 من الثانيه. تمام. طبعا الريلاكسيشن بياخد وقت اكتر شويه من الكونتراكشن، الكونتراكشن بيكون اسرع. فانت عندك الليتن بيريود 2 من 100 من الثانيه، الكونتراكشن 4 من 100 من الثانيه، الريلاكسيشن 5 من 100 من الثانيه. تمام. دي كده الفتره بتاعت كل واحده منهم. لو انت جمعت كل الفترات دي هتلاقي ان هما تقريبا بيساوي 1 من 10 من الثانيه، جزء من الثانيه. ده كده الفتره بتاعت السيمبل ماسل تويتش. هي مش واحد بالظبط، يعني 1.1 ده الفتره بالظبط، ولكن تقدر تقول 1 من 10 او جزء من الثانيه. هو ده الفتره بتاعت السيمبل ماسل تويتش، 1 من 10 من الثانيه. تمام. نرى الكلام بيقول لك الفيزز عندك 3 فيزز: latent period، contraction period، الريلاكسيشن بيريود. الليتنت بيريود هي من الابلكيشن اوف ستيمولس، من وصول الستيمولس لحد البيجيننج اوف كونتراكشن. الكونتراكشن من بدايه الكونتراكشن تمام لحد الماكسيمم اوف كونتراكشن، يعني من بدايه ما يحصل عندك انقباض لحد ما توصل للماكسيمم كونتراكشن، لحد اقصى قوه انقباض ممكنه. تمام. اما الريلاكسيشن بيريود ده من الماكسيمم بوينت اوف كونتراكشن، من اقصى انقباض لحد ما توصل للبيز لاين، لحد ما توصل بقى اللي هو كومبليت ريلاكسيشن. تمام. بس بعد كده بقى عندي الرسمه دي رسمه مهمه جدا وفي نفس الوقت يعني بصراحه لذيذه. ليه بقى؟ بيقول لك الافكت اوف تمبريتشر على السمبل ماسل تويتش. ايه تاثير درجه الحراره؟ بص، مبدئيا كده انا عايزك تتخيل معايا السيناريو ده. لما شخص بيروح الجيم، اول حاجه الكابتن بيقولها له، بيقول له سخن، لازم تسخن جسمك كويس، ويقول لك انت لو ما سخنتش هتتصاب، ولو ما سخنتش مش هتعرف تلعب. ليه لازم تسخن؟ من احد الاهميات بتاعه التسخين ان انت لما جسمك يسخن درجه حراره جسمك بتعلى شويه. لما انت تقعد تسخن بقى وتلعب باوزان وكده وتلعب على تريدميل والكلام ده كله، جسمك بيسخن شويه، درجه حرارتك بتعلى. لما درجه حراره جسمك بتعلى شويه، ده بيسرع وبيقوي من قوه الانقباض، بيخلي عضلاتك تنقبض اسرع واقوى. ده بسبب التمبريتشر، بسبب زياده درجه الحراره. تمام. طيب تعالى بقى نخش على الرسمه دي ونبدا كده نتكلم عنها كده واحده واحده. نتكلم الاول عن النورمال. النورمال في درجه الحراره 30، مش مهم الارقام دي خالص. ان انا مثلا دلوقتي جبت العضله، تمام، جبت العضله وحطيتها في المحلول، تمام، ودرجه حرارته كانت 30 درجه مئويه. تمام. وبدات اشوف يحصل، بدات بقى اراقب واشوف الكيرف، بدات اشوف الكونتراكشن والتايم. بص، الجزء ده دي علاقه ما بين التايم، الوقت، وما بين الكونتراكشن، اللي هو قوه الانقباض. تمام. يبقى انت الكيرف ده قوه الانقباض، والجزء اللي تحت هو الوقت. تمام. النورمال ان انت حصل عندك في الاول كده ليتنت بيريود، بعدين كونتراكشن، بعدين ريلاكسيشن، عادي جدا. ده الكيرف الطبيعي. طب تعالى بقى نتكلم بقى عن الهوت. لو انا زودت درجه الحراره، لو انا قمت جاب المحلول ده وقمت رافع درجه حرارته، بدل ما درجه حرارته كانت 30 لا حطيت محلول سخن شويه درجه حرارته 38، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه لاحظناها ان قوه الكونتراكشن زادت، فاصبح ان الكيرف طالع كده اعلى، طلع لفوق معناه ايه؟ ان الكونتراكشن زاد، قوه الانقباض بقت اعلى. تاني حاجه لاحظناها ان الكيرف بقى اقصر. يعني ايه بقى اقصر؟ ان الوقت اللي خده بقى اقل من النورمال. النورمال وصل او حصل كومبليت ريلاكسيشن هنا في الجزء ده
اما لما درجه الحراره كانت عاليه حصل كونتراكشن وريلاكسيشن، تمام. السمبل ماسل تويتش حصل في وقت اقل، خلص هنا، تمام. فنستفيد حاجتين، ان انا حصل عندي رقم واحد زاد عندي الفورس اوف كونتراكشن، قوه الانقباض. رقم اتنين قل الديوريشن، قل الوقت. يعني ايه قل الوقت؟ يعني العضله حصل لها انقباض وانبساط في وقت قليل، ده معناها انها عضله سريعه. ما عضله انقبضت بسرعه وحصل لها انبساط بسرعه، ده معناها ان هي عضله سريعه. فالخلاصه I can say ان لما انا ارفع درجه الحراره قوه الانقباض بتكون اقوى والعضله بتكون اسرع، تمام. طيب لما انا بقى اقلل درجه الحراره، لما تبقى كولد، ايه اللي هيحصل؟ لو بصيت كده في الكولد اللي هو الكيرف ده اللي هو لونه ازرق شويه اللي تحت خالص، هتلاقي ان قوه الانقباض اقل حتى من النورمال، اقل من الطبيعي. العضله بتنقبض ولكن ضعيفه شويه. رقم اتنين ان العضله، بص كده، السمبل ماسل تويتش بتاعها خلص ابعد، خد وقت اكتر، فزاد الديوريشن والفورس قلت. يبقى العضله دي اقدر اقول لما انا اقل درجه الحراره فالعضله بتكون اضعف وابطا، تمام. عرفت ليه دايما الكابتن بيقول لك سخن كويس وسخن عضلك كويس؟ هنا بقى ممكن حد عبقري يسالني سؤال، يقول لي يا دكتور، طب بس انا برضو مش فاهم، يعني ليه درجه الحراره كان ليها التاثير الفظيع ده؟ يعني ليه درجه الحراره خلت العضله اقوى واسرع؟ انا برضو مش فاهم ليه ده بيحصل. هقول لك بص، ركز معايا. الموضوع ده بيرجع لسببين، تمام. اول سبب هي الانزيمز. كنت خدنا قبل كده في الثانوي وفي الاعدادي ان الانزيمات بيكون ليها درجه حراره معينه بتشتغل فيها بكفاءه عاليه جدا. فالانزيمات اللي موجوده في العضله لما درجه الحراره بتعلى شويه الانزيمات بتشتغل احسن، وبالتالي لما الانزيمات تشتغل احسن بيحصل عندك انقباض احسن، وبيكون الانقباض ده طبعا بيكون اسرع. فرقم واحد هي الانزيماتيك رياكشن. كل ما درجه الحراره تعلى اكتر كل ما يكون الانزيمات دي في بيئه احسن، فتعرف فتعرف العضله انها تنقبض بشكل احسن، تمام. رقم اتنين الفيسكوسيتي. ايه الفيسكوسيتي دي؟ الفيسكوسيتي اللي هي اللزوجه. لما درجه الحراره تعلى اللزوجه بتاعه العضله بتقل. بص، هو انا مش كنت قلت لك ان الماسل كونتراكشن عندك كده مثلا، ده كده اكتين مايسين. تعالى كده اعمل لك المايسين باللون الازرق احسن. اللي باللون الازرق كده هو المايسين والاحمر هو الاكتين. مش كان الاكتين والمايسين بيعملوا سلايدنج، بيتزحلقوا على بعض؟ الاكتين بيتزحلق على المايسين فبيقرب كده، والاكتين تاني بيقرب، وده بيقرب وده بيقرب، فلما يقربوا يحصل لك كونتراكشن، يحصل لك انقباض عضلي، تمام. فدلوقتي هم بيعتبروا بيتزحلقوا على بعض، فلما اللزوجه بتاعت العضله تقل، فلما اللزوجه تقل هيبدا ان الزحلقه دي او السلايدنج ده يكون اسهل، تمام. دي الفكره، ان لما اللزوجه بتاعت العضله بتقل الزحلقه بتاعت العضله او السلايدنج ده بيكون اسهل بكتير، فيحصل كونتراكشن احسن، فيحصل كونتراكشن اقوى، يحصل كونتراكشن اسرع، تمام. فدي الفكره. فتاني انت عندك سببين بيخلوا درجه الحراره لما تعلى العضله بتنقبض اقوى واسرع. بسبب رقم واحد الانزيماتيك رياكشنز، الانزيمات بتشتغل في وسط احسن لما تكون درجه الحراره اعلى. رقم اتنين الفيسكوستي اللي هي اللزوجه. لما درجه الحراره تعلى اللزوجه بتقل، فلما اللزوجه تقل العضله يحصل لها الاكتينومايسين يزحلقوا اسرع ويزحلقوا بشكل سلس اكتر، تمام. فالفيسكوستي لما تقل السلايدنج بيكون احسن بكتير، فالكونتراكشن بيكون اقوى، الكونتراكشن بيكون اسرع، وطبعا ده اللي احنا عايزينه، تمام. هنا بيقول لك الافكت اوف تمبرتشر على السمبل ماسل تويتش. بيقول لك رقم واحد الكولد، لما يكون درجه الحراره يعني ساعه، ده بيزود الديوريشن اوف سمبل ماسل تويتش، بيزود الوقت. اكتب جنبها ان العضله بتكون ابطا، تمام. وبيديكريز السترينث، العضله بتكون اضعف. اما يا ولاد الهوت، لما تكون العضله درجه حرارتها عاليه شويه، ده بيقلل الديوريشن بتاعت السمبل ماسل تويتش، يعني العضله بتكون اسرع وبيزود السترينث، العضله بتكون اقوى، تمام. بعدين بيقول لك الميكانيزم، إيه الميكانيزم بتاعها؟ بيقول لك الهيت بتعمل لك حاجتين. رقم واحد بتزود الميتابوليزم، بتزود بقى الميتابوليزم وكل الحاجات اللي بتحصل جوه العضله، وبيزود الانرجي برودكشن وبيزيد الكونتراكشن. ده بسبب برضو الانزيماتيك رياكشن، الانزيمات
الانزيمات اللي انا محتاجها عشان اعمل ميتابوليزم هتكون شغاله احسن، فده طبعا هيزود لي القوه الانقباض، هيزود الكونتراكشن. تمام. تاني حاجه بسبب ديكريزد الفيسكوستي، بسبب نقص اللزوجه بتاعه العضله. تمام. فلما يقل اللزوجه ده بيسهل السلايدنج، بيفاسيليتيت السلايدنج، وده بيزود الكونتراكشن. تمام. فده كده كل حاجه تخص السمبل ماسل تويتش. الموضوع اعتقد ان هو سهل ان شاء الله. تعالوا الاول كده نعمل ريكاب سريع عشان نخش على تاني حاجه في سيكشن اللي هي السنسوري اكزامينيشن. كلمتك عن السمبل ماسل تويتش، قلت لك ان هو عباره عن انك جبت العضله واديتها سنجل ماكسيمم ستيمولس، حصل العضله سنجل كونتراكشن فولود باي سنجل ريلاكسيشن. تمام. وقلت لك ان عندك الكيرف بيتقسم ليه 3 مراحل: ليتنت بيريود، كونتراكشن بيريود، وريلاكسيشن بيريود. الليتنت هي الفتره ما بين وصول الستيمولس وبدايه الكونتراكشن، الكونتراكشن بيريود ما بين بدايه الكونتراكشن والماكسيمم كونتراكشن، الريلاكسيشن ما بين الماكسيمم كونتراكشن والكومبليت ريلاكسيشن. تمام. المده بتاعت كل واحد هي مش موجوده عندك في السكشن، ولكن اعرفها لنفسك. الليتنت 2%، الكونتراكشن 4%، الريلاكسيشن 5%، التوتال كلهم تقريبا 1 من 10 ثانيه. تمام. بعدين قلت لك الافكت بتاع التمبريتشر على السمبل ماسل تويتش. الهوت ده طبعا بيزود الكونتراكشن وبيقلل الديوريشن، فبيخلي العضله اقوى واسرع. الكولد ده بيزود الديوريشن وبيقلل الكونتراكشن، فبتكون العضله اضعف وابطا. تمام. قلت لك ليه؟ بسبب ان الميكانيزم بسبب ان درجه الحراره كل ما تزيد ده بيزود الانزيماتيك رياكشن، فده بيزود الميتابوليزم، فبيزود الانرجي برودكشن ويزود الكونتراكشن. تاني حاجه انك بتقلل اللزوجه، فلما تقلل اللزوجه دوت بيسهل السلايدنج، بيسهل ان البروتينات بتاعت العضله تتزحلق بشكل اسرع، وده بيزود طبعا الكونتراكشن. تمام. نخش دلوقتي تاني حاجه في السكشن، وهي السنسوري اكزامينيشن اوف بين. اللذيذ في الجزء ده يا ولاد ان هي رسمه واحده بس اللي هتجيلكم. هيجيلك الرسمه دي ويبدا يسالك عليها شويه اسئله. تمام. اول حاجه واكتر سؤال هيتسال لك واللي لازم يتسال، يقول لك what is the name of the test، ايه هو اسم الاختبار ده؟ هتقول له ده البين بريك تيست. بين بريك تيست يعني ايه بين بريك تيست؟ ده عباره عن اختبار انا ببدا ان انا اجيب زي ابره. تمام. تمام، ابره او دبوس او اي حاجه يعني. تمام. وابدا ان انا اغز العيان، ابدا ان انا اغزه واشوف هل هو يحس بالالم ولا لا. تمام. فده اسمه البين بريك تيست. بين يعني ابره، بريك يعني بغز، تيست يعني اختبار. فده اختبار ان انا بغز الشخص بابره، اسمه بين بريك تيست. طبعا التيست ده انا بستخدمه عشان اشوف السنسيشن اوف بين، عشان اشوف الشخص دوت هيحس بالالم ولا لا. تمام. وافتكر نو بين نو جين. بعد كده بقول لك شويه جنرال رولز كده في اي سنسور اكزامينيشن، ودي حته بقى افتكرها وركز معايا فيها قوي. اي سنسور اكزامينيشن يعني اي اختبار انت هتقيس الاحساس عند الشخص. والله انت بتحس يعني مثلا بتقيس الشخص دوت هيحس باحساس الالم، او هيحس مثلا باحساس اللمس، او هيحس باحساس الاهتزاز، اي احساس معين. يعني احنا عندنا احاسيس كتيره جدا في جسمنا. تمام. فاي اختبار خاص بكلمه سensation، اي كلمه sensation تسمعها في شويه قواعد كده لازم تاخد بالك منها وانت بتفحص العيان. تمام. اول قاعده وبالنسبه لي دي يعتبر مهمه جدا جدا جدا، اوعى تنساها، انك تقول للعيان غمض عينيك. لازم تقول له غمض عينيك. يعني مثلا ما ينفعش انت مثلا عيان دلوقتي انت شاكك ان هو ما عندوش احساس، ما يعني في الجزء ده انت شاكك ان هو ما بيحسش بالالم. في عيانين بيكون الاعصاب مثلا اللي بتنقل الاحساس بالالم دي، العصب ده حصل له مشكله، او العيان ده مثلا عنده باراليسيس، عنده مشكله. تمام. فالعصب ده ما بينقلش احساس الالم، فانت عاوز تتاكد من النقطه دي. تمام. فبتبدا ان انت تغزه، فلو حس بالغزه، حس بالالم، يبقى عنده احساس بالالم كويس. طب لو ما حسش يبقى عنده مشكله. تمام. طيب انت دلوقتي قدام الدكتور والعيان قدامك وانت قدام الدكتور، فالدكتور قال لك افحص العيان، وانت قمت ماسك الابره ونازل شكشكه في العيان. حاسس يا حاج؟ اه حاسس. حاسس يا حاج؟ اه حاسس. حاسس؟ اه حاسس. والعيان اصلا مفتح عينيه وشايفك. تمام. فالدكتور هو قاعد هيقوم نافخ سيجارته في وشك حرفيا وهيقول لك يلا بره صفر. يعني مش هيديك اكتر من صفر، ويستاهل. ليه؟ لان انت العيان مفتح عينيه، ما هو شايفك، هيقول لك حاسس طبعا. حتى لو مش حاسس يقول لك انا حاسس، ما هو شايف. تمام. فاهم قاعده ان انت تقول للعيان غمض عينك، عشان تبدا بقى تكون العيان ده والله لو حاسس هيقول لك انا حاسس. طب مش حاسس، ما هو مش شايفك، فيقول لك لا انا مش حاسس دلوقتي بحاجه. تمام. فالجنرال رولز ان انت رقم واحد تقول له غمض عينيك، فيقول لك ان الاي بيكون كلوزد، وحبيت ابدا بيها عشان مهمه. بعدين بيقول لك انك هتفحص، يعني هتكسبلين البروسيجر، هتشرح له انت هتعمل له ايه، هتشرح له الاختبار ده، هتقول له والله انا هعمل لك كذا 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 كذا.
وبعدين هتقول غمض عينيك. بعدين هتعمل اكسبوجر يعني انت هتبدا المكان ده مثلا اللي هتعمل له اكزامينيشن، هتبدا انك تشيل الهدوم من عليه، تخليه اكسبوزد، تخليه باين قدامك. تمام، ما تكونش مثلا لابس بنطلون ولا حاجه، لا، تبدا ان انت تعمل اكسبوجر يعني في المكان ده. تمام. بعدين القاعده اللي بعدها ان انت بتبدا تفحص من الديستال للبروكسيمال. يعني انت عندك مثلا دي منطقه الرجل، انت عاوز تفحص احساس الالم فيها. تمام. فانت ما ينفعش تبدا من جوه او من هنا، من اللي هي البروكسيمال يعني للديستال، ما ينفعش، لا. انت بتبدا من الديستال، بتبدا تشك العيان من اول اطراف رجله، من اول صباع رجله، وانت نازل او انت طالع 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 لحد البروكسيمال. يبقى انا ببدا ديستال واكمل لحد البروكسيمال. تمام. دي قاعده برضو مهمه جدا، انك ببدا من الديستال واكمل للبروكسيمال. ليه برضو؟ لان ممكن العيان يكون عن الاحساس اللي الديستال عنده، الاحساس اللي ورا اللي هو الديستال البعيد مثلا في اطرافه، اللي هو في اطراف صوابعه والكلام ده، ما عندوش احساس، تغزه مش حاسس بحاجه، ولكن في البروكسيما عنده احساس. فده ممكن يقول لك ان عنده peripheral neuritis، التهاب في الاعصاب الطرفيه. تمام. فانت بتقيس دايما من الديستال بعدين البروكسيمال. تمام. فبيقول لك distal to proximal to detect the sensory level. بعد كده بتعمل bilateral examination، يعني تفحص على الرجل اليمين بعدين الرجل الشمال، بعدين او الايد اليمين بعدين الايد الشمال، عشان تفحص حاجه او تديكت حاجه اسمها الهيمي انستيزيا. هيمي يعني نص، انستيزيا يعني عدم احساس بالالم. تمام. فانت في عيان مثلا بيكون عنده حاجه اسمها هيميبليجيا يعني عنده شلل نصفي، نص جسمه اليمين حاسس بيه او نص جسمه الشمال مش حاسس بيه، فده اسمه هيميبليجيا. تمام. فانت بتفحص دايما بايلاترال يمين وتقارنها بالشمال. بعدين بيقول لك all around examination to examine all dermatomes. يعني مثلا انت عملت مثلا بين بريك هنا، بعدين تلف بقى all around فوق بعدين تحت وهكذا، عشان تفحص كل درماتوم، كل منطقه من الجلد اللي بتتغذى يعني بسنسوري نيرف وكده. تمام. بعدين بيقول لك والله البين سensation ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن unpleasant sensation، احساس unpleasant، احساس مش كويس، احساس مؤلم. تمام. احساس مش حلو يعني. بعد كده الريسبتور بتاعه المستقبل هو عباره عن الفري نيرف اندنج، نهايه الاعصاب، الفري نيرف اندنج. والفري نيرف اندنج دي ممكن تكون ميكانو سنسيتيف. يعني ايه ميكانو سنسيتيف؟ يعني بتحس بالخبطه، لو انت مثلا اتخبطت في دراعك او في راسك او في اي حاجه، اللي بين الاحساس الالم هو عباره عن الميكانو سنسيتيف ريسبتور، مستقبل بيحس بالخبطات الميكانيكيه، حاجه ميكانيكيه خبطه. تمام. او ممكن يكون كيمو سنسيتيف، بيحس بحاجه كيميائيه، زي مثلا لو انت مثلا لا قدر الله مثلا لمست ميه نار او اي حاجه، دي حاجه كيميائيه، حاجه كيميكال، ففي عندك كيمو سنسيتيف ريسبتور بينقل الاحساس بالالم. تمام. او ممكن يكون ثيرمو سنسيتيف، درجه الحراره، او مستقبلات بتحس بدرجه الحراره، لو لمست مثلا حديده سخنه جدا هتبدا تحس احساس بالالم. السبب هو الثيرمو سنسيتيف ريسبتورز. تمام. فممكن يكون ميكانو او كيمو او ثيرمو سنسيتيف. بعد كده الافرنت نيرف ده العصب اللي بيودي الاحساس بالالم ده للسي ان اس. تمام. ده عباره عن الاي دلتا فايبر، طبعا بيكون فاست بين، الاحساس الالم ده بيكون سريع جدا. تمام. فاست بين، واللي بينقله هو الاي دلتا فايبر. ده طبعا في حاله الاكيوت بين، الالم اللي مثلا لو انت اتغذيت او لو انت مثلا حد غزك بابره او بحاجه، ده بيكون فاست بين، والنيرف فايبر اللي بينقله بيتسمى الاي دلتا. تمام. بعد كده الادابتيشن، التاقلم بتاع الالم. طبعا اي نوع الم الادابتيشن بتاعه بيكون سلو ادابتنج، بطيء جدا، ممكن تقعد شهور او سنين علشان تتاقلم على الالم. الالم من الحاجات اللي سلو ادابتنج جدا. تمام. اخر حاجه اسم التيست هو البين بريك تيست اللي وريته لك فوق من شويه. تمام. تاني ارجع لك الرسمه، ممكن يجيب لك صوره الرسمه دي ويقول لك اسم التيست، تقول له البين بريك تيست، يقول لك مثلا هل البين ده سلو ادابتنج ولا فاست ادابتنج؟ هقول لك طبعا الاجابه هتبقى سلو ادابتنج. ممكن يسالك بقى اي حاجه تانية، ممكن يسالك مثلا نيرف فايبر ايه، هتقول له الايه دلتا فايبر. يسالك مثلا الريسبتور ده، لو انا مثلا غذيتك بالبين بريك، الحاجه دي او الريسبتور ده بيكون كيمو سنسيتيف ولا ميكانو سنسيتيف؟ هتقول له لا دي حاجه ميكانو سنسيتيف، لان دي خبطه او غزه حاجه ميكانو. تمام. وات ايفر يعني، انت طالما انت فاهم الدنيا هتعرف تحل اي سؤال ان شاء الله. وافتكر دايما الحاجه اللي ما تنساش ابدا، اي سنسور اكزامينيشن لازم تقول عيان غمض عينيك. تمام. وبس كده يا دكاتره، خلصنا الحمد لله. سيكشن لذيذ، سيكشن سهل، ان شاء الله تكونوا استفدتم بيه. وبس كده، السلام عليكم.